السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة حلوة جدا جدا للحواوشي المصري. شايفين الجمال؟ حلو قوي قوي. بصوا، شايفين اللحمة من جوه والالوان اللي فيها تجنن. هقولك ازاي بقى ان شاء الله نضاعف الكمية، ازاي بقى يبقى مقرمش معاكي كده، وكمان طري كمان من جوه وزي القمر زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله حلو قوي قوي، احلى من المطاعم بكتير. بصوا بصوا، حاجة كده تبارك الله. ايه رأيكم؟ يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة. بصوا حبايبي، مكوناتنا بقى ان شاء الله سهلة وبسيطة جدا. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، معايا كده معلقة من الثوم، توم على شطة انا هرساهم مع بعض، او لو عندك توم بس تمام حطي معلقة. ومعايا هنا بصل، نص كيلو من البصل. معايا هنا طماطمايه، معايا كده هنا نص جزرايه، ومعايا ايه فلفل اخضر على الاحمر على الالوان، او لو عندك حاجه واحده بس، يعني مثلا لو فلفل اخضر بس او احمر بس تمام مفيش اي مشكله. وكمان قلنا طماطمايه زي ما احنا ما قلنا. خلاص كده. ومعايا هنا كده ايه نص كوبايه من البرغل، انا غسلته وصفيته، بس ما شاء الله لما بيتغسل فهو بيزيد، لكن هو ده نص كوبايه من البرغل. خلاص كده. هاخد بقى ان شاء الله المكونات دي كده كلها مع بعضها. لو عندك بقى ايه قطعه من الليه او الدهنه يبقى حلو جدا، ما عندكيش ممكن تستبدليها كده بمعلقه سمنه بلدي تكون تمام قوي. فانا عندي كده ايه ليا كنت مسيحاها وحطاها في الفريزر، فاخد كده منها ايه قطعه كده زي ما انتم شايفين، ليا او دهنه او سمنه بلدي زي ما احنا ما قلنا. او لو انت عندك اللحمه سمينه قوي خلاص ممكن تستغني عنها. هاخد بقى ان شاء الله المكونات دي كده كلها في قلب الكبه معايا، هضربها كده ايه طحنه كده، يعني ما تبقاش ناعمه قوي، تكون وسط، وهرجع لكم تاني. كده حبايبي اللحمه جهزت معايا اهي، شايفين اهو ما شاء الله. حابه بقى ممكن تزوديها، تفرمي معاها بطاطسايه، ممكن تفرمي معاها بتنجان رومي، يزود لك ويضاعف لك الكميه، برضه هيديكي برضه يعني قيمه برضه غذائيه عاليه جدا. اللي يناسبك اعمليه. احنا كده جهزنا معانا اللحمه اهي. هنضيف لها بقى كده حوالي بسم الله معلقه كده كبيره من البيكنج باودر اهو، علشان ايه يديني برضو ايه هيشان كده في اللحمه معانا وهي في قلب الرغيف. وهنحط كمان معلقتين كده من النشا، معلقتين كبار بسم الله، عشان لو فيها اي سوائل زياده عن اللزوم ما تطرش قوي السندوتش او الرغيف معايا. واضيف لها بقى توابل من ماجي بتاعه الحواوشي، بتبقى حلوه جدا. طب لو انا ما عنديش التوابل دي اعمل ايه؟ استخدم ايه؟ اقول لك دلوقتي هنستخدم ايه. بصوا حبايبي، اول حاجه بسم الله هنحط كده حبهان ولوري اهو. انا مش هكتر قوي لان طبعا التتبيله اللي انا حطيتها الاول دي بيبقى فيها كل حاجه تمام كده. ومعايا كمان رشه كده من الجنزبيل او الزنجبيل بسم الله اهو. ومعايا كمان بابريكا مدخنه بقى او عاديه اللي يناسبك واللي تحبيه. ومعايا كمان فلفل، او دي لا دي كزبره، كزبره اهو. ومعانا كمان فلفل اسمر بسم الله. ومعانا كمان رشه كده من القرفه. واساسي معايا بسم الله رشه كده من جوز الطيب. وهضيف كمان مكعب كده من المرق، مكعب لحمه اهو نشوف كده، او لو عندك اللي هي الفوريه حطي معلقه بسم الله. وكمان بقى نظبط الملح بتاعنا بسم الله. نعمل حساب ان التتبيله اللي احنا حاطينها دي لو حطيتي تتبيله ماجي بيبقى فيها ملح فما تكتريش، وكمان مرقه الدجاج كمان بيبقى فيها ملح برده ما تكتريش الملح. وهضيف كمان كده معلقه من السكر. السكر بقى ايه ببقى مطمنه ان شاء الله اللحمه تستوي تسويه كويسه، وكمان بيديني طعم حلو، لكن ما تقلقوش خالص مش بيبقى ظاهر في قلب الاكل. اي بقى نوع توابل تانية حابه تضيفيها ضيفيها، بس انا بقى الصراحه يعني عندي تريكه كده ما بقدرش استغنى عنها، رشه كده من الشمر. الشمر يا جماعه مع اللحوم والفراخ والاسماك بيدي طعم حلو قوي قوي، جربوه مع الحواوشي بجد تحفه ويفرق معاكي كتير. كده بقى ممكن نجيب فحمه ونحطها كده في النص بعد طبعا ما نقلب المكونات دي كده كلها على بعضها، وتبقى معانا لحمه مدخنه. او ممكن تعملي تركه الفحمه دي بعد ما بتخلصي الحواوشي وتقليه، او لو هتدخليه الفرن، او ممكن ما تعملهاش خالص زي ما تحبي وزي ما يناسبك. انا بقى ان شاء الله هقلب المكونات دي كده كلها كويس جدا في قلب بعضها. بصوا حبايبي، جهزت هنا حته فحم اهي، معايا هنا قطعه كده من الليه او الزيت او السمنه اللي متواجد عندك، وتغطيها لحد ما تدخن معاكي.
بصوا حبايبي كده بقى شلت خلاص حته الفحمه اللي احنا حطيناها. معايا هنا بقى العيش، عيش بلدي بقى، عيش شامي زي ما تحبي. اخد بقى بسم الله كده 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 من اللحمه اهو، ونحشي كده السندوتش بتاعنا اهو. بسم الله. بصوا استنوا، اخد كده القطع كده في قلب الرغيف معايا اهي، وافرده كده بايدي كده من جوه اهو. بصوا اساوي كده، بصوا اهو. بصوا انا نسيت صح اقول لكم ان انا حطيت عودين كده، عودين من الكزبره البقدونس، بس الحقيقه لقيت الكاميرا ما كانتش بتسجل اهو. بصوا شايفين. ممكن بقى تضيفوا لها بقى اي نوع جبن لو حابين، جبنه موتزاريلا، جبنه تركي اللي هي الرومي اللي يناسبك. طبعا مش هحط ليها الحقيقه اي حاجه، هي كده تحفه. او عايزه اقول لكم بقى الريحه ما شاء الله تبارك الله اهو. اسوي بقى كده الرغيف، اضغط عليه كده. انا بقى حاطه طاسه على النار تسخن معايا، حاطه فيها معلقه كده من اللي على معلقه من الزيت، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا حبايبي معايا الطاسه اهي تسخن بس كده معايا. هروح بقى ايه بسم الله، احط كده الرغيف كده عليها واغطيها، هياخد ان شاء الله لون من تحت ومن فوق ويكون جاهز معايا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بس طبعا ده كله احنا مغطينه. بصوا كده انا مغطيه اهو، وطبعا النار تحتيه وسط، ما تعليش النار قوي ولا توطي قوي اهو. بسم الله. شايفين ما شاء الله اهو. ما تقلقوش اللحمه هتستوي بامر الله، لان اصلا اللحمه المفرومه ما بتاخدش اصلا سوا خالص. مع البخار بقى والتغطيه واللي انت عامله النار وسط عليها، وكمان معلقه السكر اللي احنا حاطيناها، ان شاء الله اللحمه تبقى مستويه وزي الفل. خلاص كده يا حبايبي الحواوشي جاهز معايا اهو. شايفين حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم الريحه تحفه والطعم يجنن. بصوا ما شاء الله تبارك الله الحشوه بتاعتنا. شايفين الالوان فيها حلوه ازاي ما شاء الله، حلو قوي قوي اهو. ممكن بقى تدينيه بقى ماده، اي ماده دهنيه تناسبك، وتدخليه الفرن على درجه حراره وسط يبقى زي الفل معاكي. بصوا مقرمش بقى كده من بره، بصوا بقى من جوه ما شاء الله. بصوا شايفين يجنن، حلو قوي قوي بجد. جربوا الطريقه بتاعتي دي واعملوا بقى جنبه بقى ايه، طبق كده سلطه، طبق طحينه، شيبس بقى زي ما احنا عاملين كده، ايه اللي يريحك. جربوا بقى الطريقه ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، وهتفرق معاكي جدا في الطعم وكمان في الكميه. يا رب بقى يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.